من الجزاير فرنسا كانت بتستورد القمح بالقروض، فحاكم الجزاير قال لها كفاية سددي ما عليكي من ديون، فهاجت وماجت وفرنسا قالت هحاصر سواحل الجزاير بالأسطول، والأولوية دي هي ليا في الامتيازات الاقتصادية والتجارية، وهتسقطوا عني كل الديون. الجزاير رفضت، ففرنسا احتلت الجزاير بالأسطول في 1830 بعد مقاومة من أهلها ما كانوا ساكتين. بس بعدها ظهرت المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي من أجل الجزائر وعودة أرضها. الأمير عبد القادر الجزائري نظم المقاومة وقلقان لها، واتخذ مدينة بسكارة مركزا لها. اعترفت بعدها فرنسا على غرب الجزائر ووسطها حاكما لها، حتى قامت تنظيم قوتها وعادت لقتاله فاستسلم لها. بس الجزائر قامت فيها ثورة، قامت من جديد 1954 شاركت فيها المرأة كجميلة بوحريت، فحاولت فرنسا القضاء عليها بالقوة والتشريد، لكن الثورة حظيت على التأييد الدولي والإقليمي، فنالت الجزائر أخيرا استقلالها 1962.